في اليمن تأكل الحرب الأخضر واليابس، ومع ذلك يظهر شباب ملهمون يتحدون هذا الواقع البائس بإبداع أفكار للحياة، ينسجون قصصا إيجابية واقعية. فلم تنل ظروف الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات والظروف الاقتصادية الصعبة وقلة الإمكانيات من عزيمة المهندس غازي الشرماني من مواصلة ابتكاراته وقضاء وقته في مجال الاختراعات المتواضعة رغم كل التحديات. هناك فكرت أن أعمل سيارة تناسب الظروف هذه الطريق، أنها تكون تناسب الطرق الوعرة في المناطق الريفية، فحاولت أن أظهرها بشكل مناسب فلفتت الجميع على شكل أنها رياضية وتكون عائلية. في المستقبل إن شاء الله أني سوف أصنع لها أبواب تكون مناسبة. إبداعه لم يعرف المستحيل، فبإمكانيات شبه معدومة وبمجهود ذاتي بسيط دون مساعدة من أي جهة محلية أو خارجية استطاع المهندس غازي أن يصنع أول سيارة رياضية في اليمن. ابن محافظة تعز والذي يعمل في محافظة عدن مهندسا ميكانيكيا نفذ فكرة لطالما حلم بها، وهي صناعة سيارة تتغلب على الطرق الوعرة، كما استطاع أن يبتكر جهاز شحن فيروم وهو جهاز تنظيف البخاخات. جهاز تنظيف، هذا جهاز شحن فريون وهذا جهاز تنظيف البخاخات. هذا الجهاز عبارة عن تنظيف البخاخات السيارات، يعمل على معايرة للبخاخات في حالة أن البخاخ يكون تالف، يحاول أنه يعمل له معايرة هذا الجهاز وتعرف تستكشف الأخطاء. فكرته جاءت بعد أن رأى أن وسائل النقل العام في اليمن ليست بالمثالية كما يقول، فمن الأفضل من وجهة نظره أن تتنقل بسيارتك الخاصة. اختراع الشرماني لاقى إعجاب الجميع الذين أشادوا بدور المهندس المبدع في تصميمه وإبداعه في هذه السيارة التي يحلم أن تصبح بمتناول الجميع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. فهل يستطيع هذا الشاب في فتح خط إنتاج لسيارات عديدة ويصبح الحلم واقعا في بلد أثخنته الجراح والحرب والدمار؟